السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا حبايبي؟ وحشني جدا. نزلنا لكم بفيديو جديد النهاردة وجولة جديدة في أسواق خميس مشيط، سوق السمك. شادر السمك بتاعهم. حبيت اوريكم جولة في سوق السمك بتاعهم واسماء الاسماك، وبناخد الاسماك ازاي، وجبنا شوية جمبري كده وسمك. حبينا نشارك بالطبخة ديت معاكم، وشارك بالوصفة معاكم. بس قبل اي حاجة زي كل مرة، ممكن تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل فيديوهاتي، وتحطوا اللايك. هنا نزلنا من البيت علشان خاطر نروح سوق السمك. سوق السمك جنبنا هنا، يعني خطوتين مني، وانا مبسوطة جدا ان هو سوق السمك جنبنا، لان انا بحب السمك جدا جدا، وببقى في السعودية مفتقدة السمك. في السعودية بيبقى محلات الأسماك مش متوفرة كتير، غير محلات الكبسة والرز واللحوم والحاجات دي وريها لي بتبقى كده. كتير، لكن الأسماك بتبقى في الهايبرات أو في السوبر ماركت. قليل وريها لما لي. بتلاقي ايه دي الأسماك كام؟ دي متوفرة، وكمان بتبقى طازة. مش بتبقى ماشي، طازة، هاتها أقصد 420. زي شوي. السوق ده الروبيان والشادر ده. هنا طبعا ده دخلنا بكام؟ الشادر بتاع السمك بتاع خميس مشيط، ده وشوفنا انواع السمك اللي موجوده. انا بحب اخد ده الدنيس لما ماشي، باجي بكام؟ اشوي سمك بكام؟ بحب اخد الدنيس. كيلو انا 40، هات الشبار ما نص. بيعجبنيش لان هو بحس انه كبير قوي بس وغامق عايزاها كده. تنظيف ظهر، مش وتشيل عارفه، الشوارب. مش من هواة الشبار قوي يعني. انا احب البوري. ابقى جيب بحب كيلو البوري ونص. قوي، بس هنا البوري تنظيف، مش شيل متوفر. سلسلة بس. اللي متوفر هنا البوري اليمني بيبقى ناشف، وانا سلسلة بس. جربته قبل ده كده بتاع وكانت شيل تجربة سلسلة. غير لطيفة بالمرة. يا جماعة، محدش يجرب البوري في السعودية مقارنة ببوري بتاع مصر الجميل ده. بوري ده مصر اجي الجميل ده امتى ده؟ سمين وجميل، ده لكن طازة. بتاع السعودية مش حلو خالص، مع ان عندهم يعني البحر الأحمر مش عارفة ليه مش كويس. ده نص كيلو هنا كفاية. كنت ماشي، انا بشتري عايزاه نص بس. الروبيان. انا جربت الروبيان المخطط ده ماشي. الازاز ما عجبنيش، فجبت المره دي من الروبيان ده، وقلت له بخليه ينضف لي الظهر ويشيل لي الشوارب بدل ما بنضف انا، ويشيل لي كيس الرمل. وبعمل له تتبيله كده، وبشوحه في عرقه كده يعني ينزل ميته كده، وبخلي له شويه شوربه صغيرين بالتوابل ديت. بحب انا الطريقه دي قوي، وعيالي بيحبوها وكده، واحنا كلنا بنحبها وبحبه. برضك بعمله صينيه في الفرن، وبعمله مقلي. هنشارك مع بعض بعدين طرق كتير للجمبري، بس انا بحب صوص الجمبري كده، بحب اشرب جنبه الشوربه كده. طبعا هنضرب في الكبة طماطم وفلفل احمر وتوم وبصل وكمون وشوية ملح. دي الخلطة اللي هحطها على الجمبري. بس انا ما بحطش الخلطة دي الاول. بحط الجمبري الاول ينزل ميته عشان تحس بطعم الجمبري وشوربة الجمبري، وبعدين بننزل التوابل عليه. يعني واحد دمياطي اللي قال لي الطريقة دي. انا الاول كنت بعمل العكس، بنزل بالبصلة والتوابل اللي هي الخضار ديت الاول، وبعدين احط الجمبري. لا، العكس بقى. بتوع المطاعم دي طريقة بتوع المطاعم. هما بينزلوا بالجمبري الاول ويحطوا عليه البهارات اللي هو الكمون أو بابريكا، ملح. البهارات اللي انت حابة تحطيها بقى ايا كان، بس هي دي البهارات اللي لازم تتحط الاساسي يعني. ومنكترش في البهارات عشان الجمبري ما يبقاش طعمه رايح، عشان الجمبري يبقى طعمه مش ما بيحتاجش بهارات كتير. طبعا عملنا الخلطة بتاعتنا. انا فرمتها كويس علشان ما الخضار ما يبانش في قوي واحنا بناكله في الطعم. يعني ما يبقاش في بقنا باين. طبعا نزلنا بقى بحتة زبدة حلوة كده في الحلة، ونزلنا بالجمبري. طبعا هياخد اللون، ونقلبه كام تقليبة كده ياخد اللون عشان ينزل ميته.
طبعا احنا كنا غسلينه بالليمون والملح ومصفيينه كويس عشان لو في زفارة ولا حاجة تنزل. انا طبعا خليته يجيب لي سمكة دينيس بيشوه هنا في السوق ده على الفحم. باقي المحلات التانية بيشوه على زي جريلا كده شواية، لكن المحل ده الشادر ده بيشوه على الفحم، فبيبقى طعم السمك في منتهى الجمال. الدينيس بيبقى سمين كمان في الشوي، فتجربته كانت جميلة قوي يعني. انا بحب الدينيس في الشوي. وبجيب في القلي الهامور السمين دوت بيبقى حلو قوي. والفيليه برضو قطع الفيليه بتبقى جميلة في القلي. ولقيت هنا بقى ايه باغة من بتاعتنا بتاعت مصر، جبتها قبل كده وعملتها كانت حلوة قوي. ان شاء الله هجيبها وهنعملها مع بعض وهنعمل معاها كشري اصفر. انا بحب الاكلة دي قوي قوي بجد. يعني في ناس بتاكل الكشري الاصفر مع السلطة والبتنجان المسقعة والبيض وكده. لا انا بحب اكله مع السمك المقلي قوي. يعني مش اي سمك برضو، يعني مثلا بسارية، شوية بسارية مقليين، شوية بغا مقليين، تونة بقى مقلية، حاجات بتاعتنا بتاعت مصر الحلوة دي. طبعا هنقلبه بعد ما حطينا البهارات، حطينا بابريكا وحطينا كمون. والتركيبة بقى بتاعت المطاعم اللي بتخلي لونه احمر كده وصوص كده تقيل، بنحط معلقة كبيرة صلصة. هنحط بقى ايه معلقة كبيرة صلصة زي ما انتوا شايفين. وهنديله التقليبة لحد ما ينزل ميته. طبعا الجمبري ما باخدش سوا خالص علشان هو ما بيستحملش النار. انا عايزه اقول لكم ان انا والله العظيم ببقى على ما بمنتج واسجل بتعب جدا. من عيالي ما بيدونيش فرصه ان انا اعمل حاجه. الاطفال بجد صعبين صعبين. في حوار الله يكون في عون كل عندها اطفال وبتعمل زي كده. وغير شغل البيت وغير غير طلبات البيت وطلباتهم، واللي عاوز ده واللي عاوز ده واللي عاوز ده. الواحدة والله والله بتتعب جدا. فانا يعني بجد محتاجة دعمكم علشان التعب اللي انا بتعبه ان انا اعمل فيديو. طبعا هنقلبه. بصوا منظره جميل اوي ما شاء الله، بألف هنا بألف هنا. الجمبري جميل جدا. هننزل بقى بالملح. انا بقى ما بحبش احط ميه كتير في الجمبري، يعني يا دوبك حبه صغيرين عشان تبقى الشوربه مركزه، بتبقى طعمها في منتهى الجمال. لما باجي بقى اصب الشوربه بصفيها طبعا من اي توابل فيها، من التوابل والخلطه اللي احنا حطيناها، بتبقى طعمها جميل زي شوربه المطاعم. هنا خلاص خلصنا الغدا. لو وصلت لاخر الفيديو اشترك في قناتي واعمل لايك. محتاجة دعمكم، ويا رب يكون الفيديو افادكم والجولة اللي احنا خدناها دي افادتكم وشفتوا حاجة جديدة وجولة جديدة وطبخ جديد. ومحتاجة دعمكم. مع السلامة يا حبايبي.